السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد واقتراح جديد. اقتراح اليومي ان شاء الله غنجد معكم مقروط بالطابع، يعني بالطوابع اللي كيكونوا عندنا اللي تنشريهم ضروري كيكونوا في المنزل، اي بيت كيكونوا فيه غتبديهم وغادي تشكلي معايا هاد المقروط السهل والبسيط. وب 500 غرام ديال السميده دائما غتوجدي واحد 50 حبه ديال المقروط. غتشوفوا الشكل ديالو في الاخر. بالنسبه للمقادير ديالو غنحتاج هنا عندي 300 غرام ديال التمر، معجون ديال التمر. غنحتاج معلقه مع مراش ديال الزبده، مع واحد نص معلقه ديال القرفه، واحد المعلقه ديال الزنجلان محمر. هذه كتبقى اختياريه. غادي ندخل هذيك الزبده والقرفه، غنعجنو مزيان. بالنسبه للتمر يا اما تاخذوه جاهز، يا اما كتجيبوه وتمسحوه وتحيدوا ليه العلف ديالو، كتبخروه وكطحنوه. كنوجدوه دائما هو الاول وتنخليوه على جنب. من بعد كنوجدوا العجينه. بالنسبه للعجينه غنحتاج انايا هنايا 500 غرام ديال السميده رقيقه ديال الحلوى. تقدروا ديروا السميده اللي كتكون غليظه، كيبقى لكم الاختيار. هنا هذه اللي متوفره عندي، ما توفراتش عندي الغليظه. تقدروا ديروا النص هنا والنص هنا. هنايا عندي معلقه كبيره ديال الطحين ديال الفورص، واحد القليل من الملحه. غنحتاج هنايا كاس ديال الزبده دايبه. دائما كتدخلوا ديك الزبده مع السميده، كتبقاو ترملوا فيها حتى كتلبس كامله بديك الزبده. هنا تقدروا تخليوها كيف ما تقدروا تخدموها ديك الساعه، ماشي مشكل. كنحتاج واحد نص كاس ديال الماء الزهر. هنا اللي كيبغي الماء الزهر تكون طاغيه كثيره على المقروط، تقدروا ديروا كاس لارم. وغادي نحتاج دائما الماء. بالنسبه للسميده دائما ما تنخدموهاش بايدينا كامله، تنخدموها غير بالاصابع ديالنا بشويه بشويه. كنبقاو نضيفوا في الماء بشويه بشويه حتى تحسوا بالعجينه بدات كتجمع معنا. يعني ما تعطيوهاش الماء من الاول باش ما يجيكمش معجن ما تحكموش فيه. دائما كتبقاو تخدموا بشويه بشويه حتى كتشوفوا الماء الكافي، حيت كاينه السميده اللي كتشرب الماء وكاينه السميده اللي ما كتشربش الماء. هنا كيبقى في الاول كتشوفوا، وتقدروا تخليوها ترتاح شويه وتعاودوا تشوفوا واش، حيت كاينه السميده كيف ما قلت لكم كتشرب وكتولي قاصحه. الا قصاحت معاك العجينه ضيفي غير الماء بشويه بشويه وغادي تطرخف معاك. تقدري حتى انك تكوني كتخدمي فيها ومثلا تنشف معاك، تقدري تضيفي الماء وكترجع عاوتاني مرخوفه من الاول. بالنسبه هنايا كناخذ التمر، كدير واحد الكويرات صغارين وكتجيبي اي طابع عندك. يعني كيف ما كتشوفوا كاين الطابع اللي كيكونوا بالحديده، وكاينين هادو اللي تيكونوا بحال هكايا. الطابع كيبقى اختياري بالنسبه لك. هما غنخدم بهم بجوج قدامك باش تشوفي بانه ما كاينش واحد الفرق كبير. هنا كتاخدي شويه ديال العجينه. العبار كتحكمي فيه، بغيتيهم صغار بغيتيهم كبار كيبقى لك الاختيار. دائما كتضغطوا مزيان باش تطلع تبان هذيك الزواقه. هنايا خدمت معاك دائما واحد مربع والاخر داير. هنا كيبقى لك الاختيار. دائما تخدمي ب 500 غرام وكتشوفي نتيا الشكيلات اللي بغيتي. هنايا راه كتخرج 50 حبه البنات. هاد المقادير اللي عطيتكم الا درتو كيلو ديال السميده اكيد غتخرج لكم 100 حبه. كتبقاو تستمروا فحال هكايا، دائما كتستعنوا بالطحين باش ما تلصقش لكم العجين. وكيف ما قلت لكم الا العجينه نشفات معاكم غادي تضيفوا لها غير الماء. تقدروا تخلطوا الماء والماء الزهر الا كتبغيو الماء الزهر كثير في المقروط، وكتضيفوا واحد شويه وكتبقاو تعجنوا حتى كترخف معاكم العجينه. حيت دائما السميده دائما يا اما كتكون كتشرب الماء بزاف يا اما كتكون ما كتشربش.
كدوزوها في داك الطحين وكديروا الطابع. هنايا راه الطوابع كيكونوا تبارك الله اشكال وانواع كاينين في السوق. هنا كنخليهم حتى كنكملهم كاملين البنات، كتكملوا العجينه كامله والتمر كذلك. كنستفوهم في واحد الطاوه كيف ما شفتوا، كنخليهم غير واحد شويه غير كنكملوهم وتنبداو مباشره في القلي. دائما الزيت تكون سخونه والعسل. كاين اللي كيبغي يديرهم في الفران، يعني تقدروا ديروهم في الفران حتى كيتحمروا. دائما العسل يا اما تيكون حتى تكون الحلوى سخونه والعسل بارد، او العكس يعني يكون العسل سخون وتكون هي بارده باش كتشرب العسل مزيان. هنايا حتى كتكملوا المقادير كامله اللي عندكم، عفوا الحلوى كامله اللي عندكم، كتقليوها وكديروها في العسل وكديروها في كويغطات كيف ما كشفتوا انا درتهم في كويغطات. وتقدروا ديروهم في بلاطو كيف ما تقدروا ديروهم في طبيصلات، كيبقى لكم الاختيار. عطيتكم الشكل ديالها يعني تستغلوا الطوابع عندكم في الدار. الطريقه جد سهله وبسيطه، وكذلك حتى المقادير كيف ما شفتوا بسيطه. شكرا لكم البنات ومبروك عواشركم ويدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر. شكرا على انك وصلتي حتى لهنايا، يعني كنشكرك بزاف. الى فيديو لاحق ان شاء الله.